أمامنا لوحة فنية مدهشة للفنان جوان كومينيس وان كومباي غارسيا، أحد الرسامين الأوروبيين في القرن ال19، الذي سجل انطباعاته عن المغرب في مذكراته ورسوماته الميدانية. نرى جنديا مغربيا واقفا على صخرة، شامخا ببزته التقليدية، جلباب أخضر طويل يعلوه برنس أبيض يغطي كتفيه، وعمامة حمراء وبيضاء تشد رأسه بكل وقار. في قدميه نرى البلغة الصفراء، رمز الأصالة المغربية، لكن اللافت للنظر هو السلاح، المكحلة المغربية، البندقية الطويلة المزخرفة بالنحاس والفضة، رمز التبوريدة والحروب المغربية، المعلقة على كتفه بينما يمسك بأخرى بيده اليمنى. وإلى جانبه نرى الخنجر التقليدي أو الكومية مثبتا في حزامه. هذه اللوحة ليست مجرد صورة، بل وثيقة بصرية حية تنقل لنا تفاصيل اللباس العسكري المغربي في القرن ال19، وتظهر كيف أبهر الجندي المغربي أنظار الأوروبيين، فوثقوه في دفاترهم ولوحاتهم ليبقى شاهدا على القوة والهوية.